مباريات قوية وعالمية للمنتخبات الإفريقية للتربص المقبل، تربص شهر نوفمبر تحضيرا لبطولة كأس إفريقيا. وراح نشارك معاكم شكون هم خصوم المنتخب الوطني الجزائري في التربص المقبل. طبعا نبدأ بأعزائي الكرام بمنتخب تونس. المنتخب التونسي رسميا رسم مباراته الودية أمام المنتخب البرازيلي يوم 18 نوفمبر على ملعب ليل بفرنسا. مباراة قوية سيشارك فيها المنتخب التونسي تحضيرا لبطولة كأس إفريقيا. أما بالنسبة للمنتخب السنغالي برمج حتى هو الآخر مباراة أمام نفس المنافس واللي هو المنتخب البرازيلي، وذلك يوم 15 نوفمبر على ملعب الإمارات ستاديوم، ملعب فريق نادي أرسنال اللندني. أما بالنسبة لفريق المنتخب المغربي يعني حاليا في مفاوضات جد متقدمة مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك تحضيرا لمباريات بطولة كأس إفريقيا. بالنسبة للمنتخب المصري فهذا المنتخب سيشارك في دورة دولية ودية وذلك بدبي، والمنتخبات المشاركة هي مصر، أوزبكستان، الإيران، وكذلك أيضا منتخب الرأس الأخضر. أما بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري في التربص المقبل حاليا في مفاوضات مع المنتخب السعودي الآسيوي والمنتخب الإفريقي منتخب زيمبابوي. فمقارنة بين وديات المنتخب الوطني الجزائري ومديات المنتخبات الإفريقية الأخرى، قولوا لي شكون هي أفضل المباريات اللي راح تشاهدوها بطبيعة الحال في التربص المقبل، وشكون هو أكثر منتخب راح يحضر بطريقة قوية جدا لبطولة كأس أفريقيا المقبلة. أعطونا رأيكم في التعليقات. ولكن حبيت نقول لكم واحد النقطة، هو أن المباراتين هذو للمنتخب الوطني الجزائري ما زالت لم ترسم، حاليا ما زالوا في مفاوضات، ممكن سيتم تغيير الخصوم مستقبلا، ولكن مبدئيا هذو هم المنتخبات اللي راهم يفوضوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم. فأعطونا رأيكم في التعليقات.